على إثر المصاب الجلل الذي ألم بالمؤسسة العسكرية الجزائرية، وبالخصوص مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرائد رضوان عبد المؤمن صباح يوم السبت 10 جانفي 2026 بعد معاناة مع المرض، يتقدم السيد الفريق الأول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى جميع رفاقه وزملائه في السلاح، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. لقد كان الرائد الراحل نموذجا للجندي المخلص والضابط الملتزم بمبادئ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. كان مثالا في الأخلاق والانضباط، يزاوج بين المهنية العالية والخلق الرفيع، يؤدي واجبه في صمت وتواضع، ويقدم لوطنه كل ما يملك من جهد وعطاء. فقد عرفه كل من عمل معه رجلا نزيها متفانيا محبا لوطنه صادقا في خدمته، لا يتردد في تقديم يد العون لكل من حوله، ولا يعرف للكلل أو التهاون سبيلا. إن رحيل الرائد رضوان عبد المؤمن لا يمثل خسارة لعائلته فقط، بل خسارة للمؤسسة العسكرية بأكملها، ولرفاقه الذين شاركوه مسيرة الواجب والشرف. فقد ترك وراءه بصمة طيبة في قلوب من عرفوه، وسيرة ناصعة تروى باعتزاز في صفوف زملائه. وبهذا المصاب الأليم عبر السيد الفريق الأول السعيد شنقريحة عن حزنه العميق، مؤكدا أن الجزائر فقدت أحد أبنائها البررة الذي نذر حياته لخدمة الوطن والدفاع عن قيمه ومبادئه النبيلة. كما دعا السيد الفريق الأول المولى عز وجل أن يجازي الفقيد خير الجزاء على ما قدم، وأن يجعل معاناته في مرضه في ميزان حسناته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي هذه اللحظات العصيبة لا يسعنا إلا أن نستحضر قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ونتذكر أن الموت حق وأن البقاء لله وحده. وإذ يتقدم السيد الفريق الأول بخالص التعازي والمواساة، فإنه يشاطر عائلة الفقيد أحزانها، ويعبر عن تضامنه العميق معها في هذا الظرف المؤلم، سائلا الله أن يمن عليها بالصبر والرضا والسكينة، وأن يعوضها عن فقيدها خير الجزاء. فالموت سنة الله في خلقه، غير أن الفراق يبقى موجعا، خاصة حين نفقد رجالا صادقين نذروا حياتهم في خدمة الوطن. رحم الله الرائد رضوان عبد المؤمن، وأسكنه فسيح جناته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجعل ذكراه طيبة خالدة بين أهله ورفاقه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.